في ليلة 23 أكتوبر 2012 الخرطوم بتصحى على سلسلة انفجارات عنيفة هزت العاصمة ودخاخين رهيبة بتغطي السماء، وده بيكون مجمع اليرموك. اليرموك هو المنشأة العسكرية لصناعة الذخائر والأسلحة التابعة للقوات المسلحة السودانية وجهاز الأمن والمخابرات. وبعد ساعات من الهجوم بيطلع وزير الإعلام السوداني الوقت داك أحمد بلال عثمان وبيتهم إسرائيل صراحة، وبيقول إنه في 4 طائرات إسرائيلية اخترقت الأجواء ونفذت الهجوم. وبحسب ادعاءات إسرائيلية إنه المجمع كان بيحتوي على ذخائر وأسلحة وصواريخ كانت الوجهة بتاعتها النهائية غزة، ووصول الأسلحة دي إلى غزة بيمثل خطر لإسرائيل وخطر على الجيش الإسرائيلي. ده هنا بخلينا نسأل علاقة السودان بفلسطين شنو؟ وعلاقة المقاومة بالسودان شنو؟ عشان كده نحفر في الماضي، نفتح الملفات، نحاول نفهم الحكاية شنو؟ السودان والمقاومة. في فلسطين في منطقة اسمها أم درمان على أم درمان السودانية، وفي منطقة اسمها دير السودان على السودان، وفي منطقة اسمها السودانية. ده لو دل يدل إنه الفلسطينيين والسودانيين حبايب، وإنه الوجود السوداني في فلسطين ده وجود قديم وقديم شديد من زمن العهد العثماني، لما قاتل الجنود السودانيين في جيش الجهاد المقدس بقيادة عبد القادر الحسيني، وده في 48. وبعد استقلال السودان في 56 شارك الجنود السودانيين مع مصر لرد العدوان الثلاثي على مصر في 76، ودي سموها حرب الأيام الستة رغم هزيمة العرب، إلا أنه السودان شارك بفاعلية، وكان التنسيق بينه وبين مصر إلى أعلى مستوى. ولما قرروا العرب إنهم يعملوا قمة للرد على هذا العدوان عملوها في السودان في 29 أغسطس 67. اتجمع الزعماء العرب في العاصمة السودانية الخرطوم، وطلعوا بمسار يعرف بلاءات الخرطوم الثلاثة. أيوة هي دي، لا صلح، لا تفاوض، لا احتراف بإسرائيل. والعداء مع إسرائيل وصل لدرجة إنه كتبوا في الجواز السوداني كل الأخطار عدا إسرائيل. وحتى نحن كشعب سوداني ما قصرنا في الموضوع، كتبناه ورا العربات كل الدول عدا إسرائيل. المهم يا عزيزي، بعد اللاءات الثلاثة بسنتين بيصل الرئيس جعفر النميري إلى السلطة، طبعا بانقلاب، وبيكون في علاقة صداقة قوية بينه وبين ياسر عرفات. والصداقة دي بتظهر في لما توسط الرئيس النميري بين ياسر عرفات وملك الأردن الحسين في أحداث عرفت باسم أيلول الأسود، لما كان في مشاكل بين المقاومة الفلسطينية وقوات الأمن الأردنية، المهم اسمها أيلول الأسود. وبرضه النميري قدم هدايا للمقاومة الفلسطينية، ومنها انه قدم لهم ارض كبيرة في السودان عشان يمارسوا فيها نشاطاتهم. لكن يا عزيزي، شعار فلسطين اللي كان رافعه النميري في البداية بدأ يتخلى عنه تدريجيا لصالح المعسكر الامريكي، وفي النهاية نميري انقلب على الشعار الفلسطيني اللي كان رافعه، انقلب على القضية الفلسطينية. ودي بتظهر في حادثة يهود الفلاشة، والحادثة دي كانت النهاية للشعار اللي كان رافعه النميري. يهود الفلاشة هم اليهود الذين تم تهريبهم من أثيوبيا إلى فلسطين المحتلة عبر بور السودان. وطبعا العملية دي تمت بمصادقة من نميري نفسه على حسب بعض المصادر. وبعد العملية دي بأقل من سنة، وتحديدا في 85، بيحصل انقلاب على النميري. طبيعي، شال بانقلاب هيشيلوا منه بانقلاب، وهكذا سنة العسكرية. المهم، وبعد 4 سنين من الانقلاب اللي حصل على النميري، تاني حصل انقلاب بقيادة عمر البشير بتخطيط ودعم الجبهة الإسلامية بقيادة حسن الترابي، اللي هو في 89. واضحة طبعا، بعد وصول الإسلاميين للسلطة في السودان بقى أرض خصبة للعمل الإسلامي والحركات الإسلامية وحركات المقاومة، ومن ضمن الحركات دي حركة حماس. وفعلا في بداية التسعينات حماس بتفتح مكتبة في السودان وبتمارس شغلها، وكان أول حوار بين فتح وحماس كان في الخرطوم. وفوق لده السودان قدم منح للطلبة الفلسطينيين، وعدد كبير من القادة والمؤثرين الفلسطينيين كانوا خريجي جامعات السودان، عندك زي نزار ريان وأحمد بحر ومروان البرغوثي وغيرهم من الأسماء. نتيجة احتراف السودان
بشرعية المقاومة الفلسطينية حصلت المفاجأة الكبرى، وهي قد تكون ما مفاجأة كبرى، لكن في 1993 تم تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب، ومن اليوم داك تاني السودان لم يرى خيرا إلى الآن. ولكن يا عزيزي إسرائيل من أول رئيس وزراء جابه اللي هو بن غوريون والناس اللي معاه كانوا خاطين السودان في راسهم، مما أسسوا حاجة اسمها إسرائيل كانوا خاطين السودان ده في راسهم لأسباب قد تكون عارفة. من ضمن الأسباب طيب أديك حاجة، بن غوريون والمعاو كان بيقولوا السودان دولة كبيرة وموقعها بيجي في العمق الاستراتيجي الجنوبي لمصر، ومصر لها حدود معانا والبضرها بفيدنا، ولازم نشتغل على قدر ما نقدر على الآتي: تفكيك علاقة السودان بمصر، دعم الحروب الأهلية في السودان، تمزيق السودان إلى دول وأقاليم متناحرة، جعل السودان بؤرة توتر وقلق لمصر دائم، ومنع السودان من أن تكون لها أي تأثير في العالم، وتقليص دور السودان على المستوى الإفريقي خاصة. طبعا لو عينت في الواقع ده الحاصل حرفيا اللي بيقولوا بيعملوا له بعد 100 سنة. في 30/2011 رئيس دولة جنوب السودان بعد الانفصال مباشرة فات لإسرائيل زيارة وقابل الرئيس الإسرائيلي شمعون. لكن ده ما المهم أسمع سلفاكير اللي هو رئيس جمهورية جنوب السودان قال لرئيس إسرائيل شنو؟ قال له والآتي: لو ما الدعم اللي قدمتوه لنا ما كان قامت لنا قايمة. والكلام ده يا عزيزي بتلقاه في كتاب اسمه مهمة الموساد في جنوب السودان. الكتاب ده بيحكي لك التفاصيل عن عمل الموساد في جنوب السودان منذ الستينات، كيف كان بيدربوا الانفصاليين وكيف كان بيدعموهم وكيف كان بيدربوهم حتى تسليحهم تم كيف. كل التفاصيل بتلقاها في الكتاب ده. يعني موضوع الانفصال والتقسيم والتمزيق ده من زمان شغالين عليه، ولكن في حاجة أخطر كانت شغالة على إسرائيل بنار هادية على حسب المصادر. طبعا أنا ما جايب حاجة من عندي. في 11 أبريل 2029 بيحصل انقلاب على الرئيس عمر البشير وبيستلم القيادة عبد الفتاح البرهان. لكن دي ما الإشكالية إنه في 2022 السيد الرئيس البرهان بيمشي زيارة لأوغندا بدون ما يكلم أي زول ولا يقول أنا ماشي لشنو ولا عشان شنو ولا عايز أكلم منو ولا دار أقابل منو. المهم فات فجأة كده مفاجأة لكل الناس إنه فات قابل نتنياهو، قابل رئيس وزراء إسرائيل في أوغندا. المفروض كان اللقاء يكون سري، ولكن طبعا ديل ما صهاينة. الاجتماع انتهى من هنا، إسرائيل فضحته من هنا، وأصبح السودان خامس دولة عربية تطبع مع الكيان المحتل. طلعت مظاهرات في الخرطوم ضد لغاء البرهان لنتنياهو. في الوقت داك طلع البرهان وقال يا جماعة أنا اللي عملته ده عشان السودان، وأنا شايف حاجات انتوا ما شايفينها، عشان كده هدوا شوية. وصاحبنا كان محصور أصلا. الدائرة وصلوا لك إنه الموضوع ده من زمان إسرائيل مركزة عليه، السودان ده مركزين عليه، ومن زمان إسرائيل كانت بتحاول تغير سياسات الرئيس عمر البشير. لكن عمر البشير كان واضح في الموضوع ده إنه علاقة مع إسرائيل ما داير. حتى العلاقة مع إسرائيل لو نفعتني بجهة حتضرني بجهتين، يعني سمة أكبر من نفعها. عشان كده الرئيس عمر البشير كان واضح في الموضوع ده. ولكن في 23/10/2020 أصبح السودان دولة مطبعة مع إسرائيل، لكن طبعا بدون سفارات بدون أي حاجة، تطبيع على ورق. لكن السؤال هنا التطبيع مقابل شنو؟ ده السؤال. كان التطبيع المفروض يكون على الآتي: تقوية العلاقات السودانية الأمريكية. السودان يحصل على التزام أمريكي بوحدة السودان، الالتزام بوحدة الجيش السوداني، وشرعية حكومة الرئيس البرهان، ودعم السودان. طبعا زي ما شايف أو عارف ما في حاجة حصلت من الحاجات دي كلها، حصل العكس. عشان كده أي كان متغطي به فانت عريان، لازم تتغطى بتوب بلدك، غير كده انت عريان. المهم يا عزيزي نتنياهو حصل على صورة اللي كان بيحلم بها، انه صورة مع القائد السوداني عبد الفتاح البرهان. شال الصورة وراها للعالم كله وعزز شرعية إسرائيل في العالم. وبعد التطبيع ب3 سنوات يا عزيزي حصلت الكارثة الكبرى، الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السري. ضاعت الأحلام لكن ما إلى الأبد. الموضوع كله فينا نحن كسودانيين، هل حنقبل بالوضع ده؟
يعني أنا الحاجة المحيراني إنه الموضوع أنت درسناه من الأساس وفي الروضة إنه السودان ده عليه مؤامرة وفي تقسيم، ونحن نطبق في الخطط الواضعين علينا هؤلاء الحاقدين. يعني خطط موضوعة، عارفين الجنوب حيتفصل، عارفين دارفور حتتفصل، وشغالين نحن بنساعد فيهم. أيا كان حميدتي سوداني، برهان سوداني، القيادات دي كلهم سودانيين كده، خلونا الكوم الكبير ده في الآخر ده كلنا سودانيين. صح. طب ليه نحن بنطبق في الحياة؟ طالما أنا عارف الخطة بتاعت النازل ما مش عكسها، بس أنا عشان كرسي أدمر البلد. طبعا ده قول واحد مسكين سامة بالنسبة له عادي بدمرها، هي دمرها الموضوع خلص. المهم في النهاية عزيزي ما عايز أطول عليك، في النهاية فلتعيش الجمهورية السودان فلتعيش الجمهورية بسلام، فلعيش السوداني بسلام، والسلام عليكم ورحمة الله، وأشوفك في حكاية جديدة.